صباح الخير والعافية مشاهدينا الكرام. اليوم احنا في منطقة القريات. اكو شغلة كلش ضرورية. طبينا الابو محل عنده عسل، ولكن سألت على شيشة عسل كان يقول لي ب 500,000. اريد اعرف هاي الشيشة ايش بيها. السلام عليكم. قلت لهم شلون طبيت لك وقلت لي هاي الشيشة ب 500,000. اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الله يحفظك. شو اخبارك؟ الله يسلمك. اسم بالخير. كاظم ابو علي. يا اهلا وسهلا. الله يحفظك. لفتني شغلة انه نعم. عسلك غالي ليش؟ نعم، مو كله غالي، بالعكس العسل الطبيعي اللي عندي السدر مثلا ارخص عسل طبيعي واكثر ضمان هو عندي. انا مشتري وحدة ب 15,000. عسل سدر طبيعي لا مو هنا. هم قالوا لي عسل. العسل الطبيعي نوعين، اما يكون تغذيه طبيعي أي. اما يكون تغذيه غير طبيعي، اثنين طبيعيات صادرات من النحل. اوكي. اللي يكون تغذيه شيره هم طبيعي ويكون مفيد، لكن مو بقدر فائده ولا قدر طعم ولا نكهه اللي متغذي على رحيق الازهار. أنا هسه اريدك تشرح لي وتشرح للمشاهدين. نعم. اذا هن اثنينهن طبيعي اثنين طبيعي. واثنينهن من نحله، نعم. والنحله وحده، نعم. بس هذا غالي وهذا رخيص حسب شنو؟ صحيح، حسب الغذاء. حسب الغذاء. حسب الغذاء. بالنسبه للعسل الغالي اللي يعتبر اغلى عسل بالعالم هو عسل المانوكه. المانوكه. عسل المانوكه اذا اي شخص يبحث منه راح يلقى ابحاث بكل اللغات، وكل بالنسبه للخليج كلش معروف عسل المانوكه. شو يعالج؟ هذا تركيز متوسط، تركيز 235. شو يعالج؟ يعالج مشاكل المعده، القولون، جرثومه المعده يجوني زبائن صار لهم 8 سنين 10 سنين خوف. ما يعني يقولون رحنا لاحسن اطباء، جربنا انواع العلاجات، صار لهم 8 سنين او 10 سنين. يعانون من جرثومه المعده، ياخذ عسل مانوكه يتعالج فيه، اروح للطبيب اقول له عندي زين، هو هذا مثلا هو اسمه عسل المانوكه. عسل مانوكه. زين، نعم. هذا مين يعني شنو غذاء؟ نيوزيلندا، على شجره المانوكه الموجوده بنيوزيلندا. شنو الميزه به؟ أي. شنو الميزه؟ انه بعد ما شافوا هاي القدره العلاجيه به، سووا ابحاث لقوا يتميز بماده اسمها ماده الميثيل جليوكسال اللي تعتبر اقوى مضاد حيوي بالعالم. يعني ماكو مضاد حيوي يلحقها. هسه هذا ايش قد سعره؟ هذا سعره 80، هذا تركيز متوسط وسعره 80. حلو. بعد كل ما يزيد التركيز كل ما يزيد زين، السعر. احنا شوفني ام نعم. ال 500,000 خلينا نشرح عليه. 500,000 أي. اللي تعتبر هاي يعني هاي تركيز ايش قد وزنها؟ وزنها هي كل علبه وزنها ربع كيلو. ربع. كل علبه وزنها ربع كيلو. يعني الكيلو بيش؟ هاي كيلو مليونين. هاي كيلو مالته مليونين. زين، بس هذا الشيء يعالج، هذا من اللي ضروري ياخذه؟ مرضى السرطان، الالتهابات القويه جدا، هذا ضروري ياخذه. زين. شنو المنشأ مالته؟ نيوزيلندا، كل نيوزيلندا. نيوزيلندا. عسل مانوكا فقط نيوزيلندا. زين. هسه هذا اذا ردنا مثلا، نعم. احنا يعني هذا جامد متبلور. صدق. اقول لك شلون تعرف العسل مختبر. بس مختبر؟ المختبر واحنا يعني ما ننطي. اخليه بالثلاجه ويجمد دائما يقولوا لي متبلور، فهو من صفات العسل الطبيعي، واحنا ننطي بطاقه ضمان مقدار 5 مليون في حال كان مو طبيعي. يعني ما هسه حد أنا ينطي ضمان. اخذته وقلت لك مو طبيعي. 5 مليون انطيك اذا مو طبيعي فعلا. شلون؟ عن طريق المختبر. مختبر انا اتكفل حسابه. يعني مختبر تابع للقياس والسيطره النوعيه بالجادريه، يروح يدفع تكاليف المختبر 75,000 وعلى حسابي. يعرفون هذا اصلي ولا لا؟ مو بس اصلي وتغذيه طبيعي لو مو طبيعي. حلو. هيك. زين، سولف لي شنو مكوناته يعني؟ مكوناته هو عسل طبيعي. زين، لكن ماده الميثيلوكسال يعالج الالتهابات، قله المناعه، ضعف المناعه. يعني انا بالنسبه لي اطفالي كانوا يتمرضون وهاي يتمرضون الا ابر. هسه لا يشوفون، اذا شافوا مرض فلا دواء مال القحه، لا دواء مال السخونه، لا ابر، لا هذه، فقط العسل. ولذلك اشوف ضروري كل عائله يستخدموه. لا يعني ينصعقون من يشوفون ها 80,000 مثلا، خلينا ياخذون 80,000. انا شخصيا استخدم هذا التركيز. لا ينصر. هذا تركيز حتى اطفال 3 سنوات فما فوق كلش ممتاز. زين، اريد نسال على انواع العسل. يعني هسه مثلا انت ذكرت عسل السدر. عسل السدر كلش ممتاز. وعسل عسل المانوكه. المانوكه شجره بنيوزيلندا. نعم. بعد شكو؟ بعد اكو انواع العسل، برسيم، كالبتوز. انت ايش عندك ان انا اللي نشوف؟ اي بالخدمه. هذه راح نضوقكم. تعال انت هنا. نعم. يلا. راح نضوقكم. هذا عسل ازهار. هاي الفقره اللي احبها. جبليه. تفضل هسه. هذا شنو؟ هذا عسل ازهار جبليه. شلون طعمه؟ خبل. طعمه عسل. انت سيجي. هسه المصور شنو ننطي؟ ننطي ابو عسل بالمكسرات. هم ينطي طاقه عاليه وطعم كلش طيب وبفائده عاليه. عمود. اعطيني رايك عود. زين، هذا شنو هذا؟ هذا عسل سدر بالمكسرات. مكسرات درجه اولى وسدر درجه اولى وبافضل سعر وبافضل ضمان.
نفس الحاله هم 5 ملايين. 5 ملايين ضمان ومختبر على حسابنا. زين. زين يعني هسه هذا النحله متغذيه على السدر. على السدر، شجره السدر. زين. شنو رايك عمودي؟ بالخدمه هاي تصريحتك. هسه هذا السدر، هذا السدر، هذا عسل شجره البوتوكاوا. هذه من نيوزيلندا، ايضا من نيوزيلندا، يتميز بالطعم، بس هذا مو غالي. فقط المانوكا يكون غالي. ليش مو غالي؟ ايش عجب؟ فقط المانوكا وشجره المانوكا يكون غالي. يعني ذيك شجره نادره مثلا؟ شجره نادره تزهر في وقت مخصص. ها التبلور متبلور. متبلور، والتبلور من صفات العسل الطبيعي، واي شيء واحد يشتريه مكتوب عليه يتبلور العسل الطبيعي عند انخفاض درجه الحراره، كلش طبيعي. واذا تبحثون بالنت ماكو ولا اخصائي واحد ولا نحال واحد يقول التبلور من صفات العسل الطبيعي، الكل. بس هذا حالاته شويه اقل. صح. وطعمه كلش مميز، لاحظتوا ماكو اي عسل اخر بنفس الطعام. زين هذا شنو فايدته وهذا شنو فايدته؟ تقريبا نفس الفوائد. نحكي على العسل ما دون المانوكا تقريبا نفس الفوائد. البعض شوي يسوي مغالطه. هي شنو الفوائد؟ المناعه، قوه المناعه، للقولون، للمعده، للالتهابات. زين. الله سبحانه وتعالى يقول فيه شفاء. الله سبحانه وتعالى ذكر كلمه الشفاء في شغله واحده بالنسبه للاغذيه اللي هو العسل. الشغله الثانيه هو القران بالنسبه لنا الشفاء، يعني العسل. يعني ممكن يعالج اشياء احنا ما نتوقع هو يعالجها. احسن. مو صحيح؟ لابد، ضروري جدا، ضروري جدا انه يكون العسل. انا اريدك تزم هاي. يكون العسل. تجيني لهنا. عسل 500. هذا 485 مو 500، 485 تقريبا 500 يعني. سبقت على 15. يعني نكون دقيقين. هذا تركيز 400. هذا شنو هذا؟ هذا ايضا عسل مانوكا، تركيز 400. هذا هنا ينكتب التركيز، هنا ينكتب التركيز. لا تلاحظ هنا ينكتب التركيز 400. 400. هذا تركيز 400. هذا 1600. 1600. زين. هذا تركيز 900. هذا اغلى من هذا. هذا اغلى اكيد، اغلى. نعم. وهذا هذا عسل مانوكا ويا اضافات طاقه للرياضيين. طاقه. يعني هسه هذا يخص الرياضيين. يخص الرياضيين. هذا يخص المتزوجين. زين. هذا عندنا المخرج يلعب حديد يعني. ممتاز. المخرج الصباحي ممتاز. يلعب حديد. هذا يفيده، ينطي طاقه عاليه. ايش قد التركيز مالته؟ هذا تركيز 100. تركيز 100 ويا اضافه يعني عشب الجنسي. يعني يرفع بنج بريس 100. 100. هيك. هذا تركيز 514 اللي سعره 150. التراكيز المتوسطه وجدا ممتاز، جدا ممتاز. انا شخصيا ايضا. هو شنو يعني مثلا ايش متغذيه فقط شجره المانوكا. كلها مانوكا. اختلاف التركيز يكون باستخلاص الماده. لا انا اسف يعني انا عبالي انه مثلا شلون قلت لك كل شجره المانوكا. مانوكا مثلا اكو بعد شنو مثلا هذا بالحسن. هذا هذا السدر صافي. سدر صافي. نعم. هذا هم به فوائد. به فوائد جدا يعني ممتازه جدا. لكن واحد يتكلم عن عسل علاجي ماكو مثل ماكو شيء يتقارن بعسل المانوكا. ايش عجب نيوزيلندا. نعم. اغلى عسل بالعالم بهاي الشجره. حاولوا يزرعونها بغير مكان. نيوزيلندا وجزء من استراليا، جزء من استراليا فقط بالعالم كله. والعسل الجبلي نقول عليه جبلي ايضا مفيد لكن ما يرتقي. انا بحثته هوايه شخصيا، بحثت يعني مثلا رحت لايران، هذا عسل حبه البركه عندهم اغلى عسل يعني فتشي كلش غالي، ملايين تومانات. هيك نصير حتى شنو وجهك ينور. ابحث الله يسلمك، ابحث عن عسل يرتقي مستوى عسل مانوكا. البعض يقول عسل مانوكا مجرد دعايه. على راسنا الاستاذ منتصر الحسناوي نحال كلش استفيد من عنده، لكن مره شوي تعرض. الله يحفظكم. فمره قال مثلا شوي عسل مانوكا شوي دعايه مثلا. لا قال استاذ منتصر اذا سالت احد اصدقائك كان جرثومه معده وشرفنا هنا تعالج من جرثومه المعده بعسل مانوكا. يعني علاجه كلش عالي. زين هذا هسه حبه البركه. عسل حبه البركه يعني متغذيه النحله على حبه البركه، شجره حبه البركه، وهذا به خواص علاجيه لكن ما يرتقي عسل المانوكا. اعلى قصدك. نعم. زين. هسه احنا نجي للارخص شيء عندك شنو؟ ارخص شيء هو عسل يعني هو عسل السدر مو ارخص شيء معناها يعني كفاءته غير قليله، كل الموجود طبيعي وكل الموجود بضمان كرضمان نعطيه 5 مليون. زين هذا علاج الملكه او عسل الملكه يعني غذاء الملكات ممتاز للانجاب، غذاء الملكات كقوه رجاليه. احنا نجيبه من شركه العماد وتحيه لهم، منتجاتهم جدا ممتازه. نعم افتحها. نعم فتحوا على شكل كبسول يعبوا. كبسول يعني كبسول. مو عسل. لا مو عسل، لان اذا يكون على شكل عسل يكون نحس بالخزن، لازم ينخزن بالفريز. اذا تعرض لاقل حراره شنو يخرب. زين هذا شنو هذا اقل تركيز 65 اللي سعره ايش قد
48 هذاك 40 عفوا سعره 40. يعني هسه احنا ناخذ من هاي هذا تركيز 150. هذا تركيز 150 اللي سعره 65 هذا ايضا ممتاز وايضا يقطع اجر ثمة المعدن. همين نيوزيلندي. نيوزيلندي ويا بطاقه ضمان وكلش ممتاز. هاني اشكرك. الله يحفظك شرفتنا استاذ. هاني جدا اشكرك. الله يخليك. احنا عرفت انه اكو عسل ب 500,000 وسالت ليش فعرفنا المشاهدين اكيد استفادوا من هاي فقط المعلومات. اللي نترجاه يعني الناس عندهم قله ثقافه بالنسبه للعسل. خوش. مثلا يجيني يقول لي اخليه بالثلاجه واذا تبلور او شكر مو طبيعي، ليش؟ معناها ما عنده ثقافه عسل. شلون ينفحص العسل الاصلي او مو الاصلي؟ فقط مختبر؟ فقط مختبر، واللي يريده من كل شخص عنده وصول للجمهور، عنده ظهور يثقف لهذا العسل. ليش؟ لان حتى الاقبال على المستشفيات يقل، اقبال على الاطباء يقل. يعني الله سبحانه وتعالى مناعه، يعني اذا ما سوى شيء سوى مناعه. صحيح. كل الامراض اغلب الامراض هي شنو؟ ضعف المناعه. صح. زين، فاذا نشتغل هي على الشغل الاساسي المناعه ما راح يصير عندهم امراض، والوقايه خير من العلاج. شكرا جزيلا. اشكرك على هاي الجوله العسل. شرفتنا. الله يسلمك. الله يخليك. يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام عرفنا ليش شيشه العسل اللي ربع كيلو 500 يعني الكيلو بمليونين، لان بها تركيز عالي جدا، ويختلف التركيز من عسل الى عسل اخر، ولكن كل عسل يعني حتى الرخيص ممكن هو بفائده للناس. هاي كانت جولتنا لهذا اليوم، مع السلامه.